السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير او صحه جيده وانتم كتشاهدوا الفيديو. عواشركم مبروكه، والله يدخل علينا وعليكم رمضان بالصحه والسلامه والعافيه، لا فاقدين ولا مفقودين. غادي نشارك معكم الشباكيه ديال الزنجلان. عندي هنايا كيلو و150 غرام ديال الدقيق وخميره ديال الحلوى، 2 كيسان ديال الزنجلان كيف ما كتشوفوا، غير محمر واحد شويه ماشي بزاف، ومطحون. هنايا مغروفه كبيره ديال القرفه، 2 مغارف ديال حبه حلاوه و2 مغارف ديال النافع. هنايا كاس ديال ماء الزهر، وكاس مخلط ما بين زيت الزيتون وزيت المائده. وهنايا كاس ديال الزبده مذوبه، تكون زبده من نوع جيد، الزبده الحيوانيه. وهنايا 4 كاس ديال الخل وشويه ديال الزعفران شعره اختياري، بغيتو تعملوا العادي عملوه. تابعوا معي المقادير وطريقه التحضير. هنايا باش ما تصعبوش عليكم الامر ديال الزنجلان، كتعملوا في الخلاط ديال العصير، كتعملوا فيه كاس ديال الزيت اللي غادي تعملوا في الشباكيه، وكتضيفوا عليه هذاك الزنجلان واخا مطحون. كتعاودوا تطحنوه مع الزيت باش كيسهل عليكم العمليه ديال التخلط باش ما تعذبوش. هنايا في هذه الكاسرونه هذه، حيت سبق لي خلطت فيها كانت فيها الزعفران كما كتشوفوا، ضفت هذاك ماء الزهر وغادي نضيف عليه الزعفران شعره، وغادي نعملو فوق النار كيدفى. هنايا غادي نغربل الطحين كيف ما ذكرت معكم، كيلو و150 غرام باش كتخرج 3 كيلو ديال الشباكيه. هنايا غادي نضيف حبه النافع والقرفه، كيف ما ذكرت معكم، 2 ديال حبه حلاوه، 2 ديال النافع، ومغروفه ديال القرفه، يعني النواشف. وهنايا الخميره ديال الحلوى، انا الخميره ديال العجينه ما كنعملهاش في الشباكيه وما كنعملش اصفر البيض، بغيتو تعملوه عملوه. هنايا هذاك 4 كاس ديال الخل غادي نضيفو على ماء الزهر والزعفران اللي عملتهم هنايا دافيين، وغادي نخليهم على جنب حتى نخلط النواشف. ضروري تغربلوا اي حاجه واخا تكون مغربله ومطحونه مزيان، عاودوا غربلوها باش كتجيكم العجينه ديال الشباكيه سهله وما كتعذبكمش وما كتقطعش. هنايا الاذان ديال المغرب، غادي نوقف ونرجع معكم. هي من بعد ما ضفت النواشف مع بعضياتهم مع الدقيق، انا ذكرت معكم نزيد ناكد بان الدقيق يكون من النوع الممتاز باش تنجح معكم الشباكيه 100% وما تعذبكمش. هنايا هذاك الخليط ديال الزيت والزنجلان اللي خلطت في الخلاط، كيف ما كتشوفوا هذه النقطه هذه مهمه، كتزيد كتساعد الشباكيه كتجيها معلكه وكتجي ناجحه. صافي هنايا من بعد ما غادي نخلط المكونات، غادي نضيف كاس ديال الزبده مذوبه اللي ذكرت معكم في اول المقادير، وغادي نبسبس مزيان، يعني غادي نرمل هاد العجين، هاد المكونات حتى كتدخل هذيك الزيوت مع ديك النواشف مزيان، وعاد غادي نكمل باقي المكونات. كيف ما كتشوفوا، اذا جاتكم هاد العمليه دي صعيبه كتخلطوا هادشي هذا بالليل، غير ما تعملوش الخميره د الحلوى، خلطوا هاد النواشف مع الزيوت الزبده وداكشي، والباقي كتخليه تنغدا، وكتضيف الخميره د الحلوى وماء الزهر مع الزعفران كيف ما كنضيف انا دابا، ولكن انا مزروبه خلصت كلشي في نهار واحد. صافي هنايا كنضيف ماء الزهر شويه بشويه، ما تزربوش وتضيفوا كلشي لان الدقيق كيختلف. ضيفوا شويه بشويه وانتم كتعجنوا. نتوما عارفين العجينه ديال الشباكيه خصها تجي قاصحه، ما تجيش خفيفه، حيت غادي ما غاديش تنجح معكم الشباكيه. اذا جاتكم العجينه خفيفه غادي تجيكم الشباكيه قاصحه، واذا عملتوا العجينه قاصحه غادي تجيكم الشباكيه معلكه وكتجي كدوب، كتجي هشيشه. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا، واخا تبان لكم هيدا راه غادي تجي العجينه واعره بزاف. تابعوا معايا حتى اخر الفيديو باش تشوفوا كيفاش غادي ترجع العجينه رائعه بزاف. صافي هنايا كنبقى نرش رشيشه ديال ماء الزهر، هذاك الخليط ديال ماء الزهر والخل. صافي كيف ما كتشوفوا هي تجمعات العجينه وماشي خفيفه، وفي نفس الوقت مدلوكه مزيان، يعني العجينه ديال الشباكيه كتبغي يدلك، يعني اللي عندها شي صحه غادي تضرب تماره صراحه في هذه المرحله هذه. واخا تعملها في العجانه، كاين العجانه اللي ما حيت العجينه كتكون قاصحه، بغيتو تعجنوها في العجانه عجنوها. يعني انا كتجيني واخا العجانه ما كتساعدش في الدليك ديال الشباكيه، خصوصا اللي كانت خصها تكون شي عجانه تكون صحيحه بزاف باش كتقدر انها تعجن هاد العجينه هذه حيت كتكون قاصحه. صافي هنايا من بعد ما دلكت العجينه مزيان غادي نقسمها على 5 قطع يكونوا متساويين كيف ما كتشوف. وهنايا طبعا كان اختي كتطلق العجينه كطويها بحال الرغيفه كيف ما كتشوفوا، وكل وحده كتغلفها في السلوفان باش كترتاح.
انا نورمالمون ما كنخليش العجينه ديال الشباكيه ترتاح. كيف ما كنسالي كنبدا الخدمه ديريكت، يعني عادي كتكون الا دلكتيها مزيان صافي، يعني بلا ما تخليها ترتاح، بخصوص اذا كنتي مزروبه. صافي هنا انا دائما شباكيه كنخدمها فحال اليوم، وكنخليها تبات نهار، يعني عندي نهار ديال الخدمه ديال العجين والتشباك، ونهار ديال القلي والتعسل، يعني مستحيل انك تعملها في نهار واحد يعني كامله. صافي هنا كيف ما سالينا كنبداو بالعجينه الاولانيه او الكويره الاولانيه، وكنرقى هنايا باش كتجيكم شباكيه هي هذيك، يا اما كترقوها في الرقم 3 ولا الرقم 2. انا بالنسبه لي رقم 2 رقيقه بزاف، و3 هي هذيك. هنايا انا رققتها في الرقم 3. كاين اللي كيعمل العجينه كتكون غليظه، صراحه ما كتجيش مزيانه لا في شكلا ولا ما كتدخلش فيها العسل مزيان. احسن عملوها تكون رقيقه شويه، وما تكونش رقيقه بزاف طبعا، لا عملتوها رقيقه بزاف غادي تهرس، واذا عملتوها غليظه بزاف ما غاديش تجي مزيونه في المنظر. هنايا كيف ما كتشوفوا العجينه رقيقه. صافي هنايا كنقطع مربعات، انا عندي هذيك القطعه ديال الشباكيه. نتوما الا عندكم غير الجراره ماشي مشكل، انا دائما كنت كنخدمها بالجراره، غير مع ملي كيكون عندك شي خدمه ولا كوموند كتخدمها بهذيك القطعه كتسهل عليك. هنايا انا زربت الفيديو باش ما يجيكمش طويل، غادي نحاول انني نصور لكم شي لقطه تكون ثقيله باش تشوفوا الطريقه ديال التشبك. وباقي ان شاء الله غادي نشارك معكم فيديو ديال الشباكيه ديال اللوز بطريقه سهله، ويكون فيديو احسن من هذا، لان هذا صورته ماشي هذا العام، العام اللي فات، حيت هذا العام باقي عاد نوجد شباكيه ان شاء الله باذن الله. هذه الشباكيه ديال العام اللي فات كانوا عندي فيديوهات مصورين، وعاد غادي نعمل لهم مونتاج دابا وغادي نشاركهم معكم. ولكن صراحه هذه الخلطه هذه اللي عملت كتجي رائعه بزاف، غير مكلفه وفي نفس الوقت كتجي مستحيل ما تنجح لك شي شباكيه، يعني غادي تكون غتعمل احسن شباكيه ديال المحترفين. كيف ما كتشوفوا هنايا كنشبكها. نحاول نتقل الفيديو باش تشوفوا الطريقه ديال التشبيك. هنايا كيف ما كتشوفوا هاد الجراره هذه القطعه كتسهل العمليه ديال كتجيبها يعني قد الشباكيه. يعني هادوك الزوائد اللي كيبقاو ديك الاشرطه طوالين هادوك حتى هما كنعمل بهم شباكيه كيف ما كتشوفوا هكذا، كنشكل بهم شباكيه يعني بلا ما كيبقاو ضايعين، وبلا ما كنعاود فيهم، بلا ما نعاود نعجنهم، يعني باش كتبقى فيهم ديك التوريقه. هنايا كيف ما كتشوفوا كنلاقي الاول مع الثالث مع الخامس، من الثالث مع الخامس، وكنقلبها كنلاقي هادوك التحتانيين مع بعضياتهم. هنا ما عرفتش علاش كنزرب، المهم هاد اللقطه هذه ثقيله كيف ما كتشوفوا. تحتاني كتلاقيهم مع بعضياتهم مزيان باش ما كيتحلوش ملي يكونوا كيتقلاو، وصافي. ها هي هنايا عاوتاني الطريقه واضحه بزاف. كتلاقيو الاولاني مع الثالث، الثالث مع الخامس، لانهم 5 ديال الاشرطه، وصافي كتجي على هذا الشكل. كيف ما كتشوفوا الشباكيه ملي العجينه ملي كترقوها كتجي الزواقه باينه بزاف، وملي كتقلى كتجي هي هذيك، ما كتجيش غليظه بزاف وكتشرب العسل. في الاخر ديال الفيديو ما كاينش يعني ملي عملت الشباكيه في العسل ديك اللقطات هذوك تمسحوا لي. عاد راني نقول لكم بان العسل ضروري تعملوها في يعني الشباكيه تعملوها في العسل تكون ثقيله. هنايا الزيت كيسخن من بعد ما باتت هاد الشباكيه ليله كامله، غادي نسخن الزيت، ويكون المقله تكون بهذا الشكل هذه، تكون مقله يعني الحجم ديالها كبير، وما تعمروهاش بالزيت بزاف، يعني الزيت الكافي. الا عملتو الزيت بزاف من الاحسن تكون الزيت في القياس ديال الشباكيه، ما تعملوش الزيت بزاف وما تعملوش شويه، يعني كيف ما كتشوفوا في الفيديو. هذه الطريقه باش كيجي القلي ديال الشباكيه ناجح 100%. بالنسبه للعسل، العسل ثقيله. انا شاركت معكم فيديو ديال العسل في القناه العام اللي فات، هو تما رجعوا شوفوا العسل كيفاش القوام ديالها. شباكيه تكون سخونه والعسل تكون بارده وثقيله. وقبل ما تعملوا الشباكيه من الزيت في العسل، لا كتعملوها في شي شبكه كتقطر شويه من الزيت، عاد كتعملوها في العسل وهي باقا دافيه يعني باقا سخونه، وكتخليوها تشرب مزيان، عاد كتقطروها من العسل.
وتعملوا المره الثانيه يعني اللي غتقليو فيها الشباكيه مره ثانيه، لان العسل اذا تادت بالزيت راه ما كتبقاش صالحه، واخا تبغيو يعني تعسلوا بها شي حاجه اخرى ما تبقاش صالحه لكم. صافي هنايا ملي كنت كنحيد الشباكيه من العسل هذيك اللقطه تمسحت لي عليها ما شاركتهاش معاكم. هنايا المره الثانيه اللي غادي نقلي فيها الشباكيه كيف ما كتشوفوا، غير كتحطوها في الزيت كتبدا كتبيض، كتبقى يعني كتشبر راسها، كتبقى تقلبوها تحركوها في الزيت شويه بشويه. هنايا كنحيد شباكيه من العسل كيف ما كتشوفوا الشكل ديالها، كتجي رائعه وكتجي منبله وكتدخل فيها العسل، كتشرب العسل، كتجي روعه. واخا تبقى معكم هاد الشباكيه حتى عام كتبقى شاربه العسل. والعسل هذه كتجي ناجحه 100%. رجعوا للفيديو غادي تشوفوا الطريقه ديال الطريقه ديال العسل سهله بزاف. هنايا كتهزوا الشباكيه بشويه باش كتبقى محافظه على الشكل ديالها، وكتبقاو كترشوا عليها العسل. واخا غادي نعملها في الكسكاس اولا في الشبكه اللي كنستقطر فيها العسل غادي نبقى كنرش عليها العسل من الفوق باش كتبقى شاربه العسل مزيان. وهنايا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى تكونوا فهمتوا الطريقه وانا اكيد غادي تجيكم سهله وغادي تجربوها من اول مره غادي تنجح معكم. وكيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل ديال الشباكيه كيفاش كيجي، صراحه كتجي رائعه وشربه العسل وكتبقى كتلمع كيف ما كتشوفوا. كتبقى مع حتى عام كتحتفظوا بها في الفريغو، كتبقى هكذا كيف ما كتشوفوا العسل اللي فيها ما كتجمدش وكتبقى بهذا اللمعان هذا. نتوما كتشوفوا كتجي رائعه. خليتكم في امان الله وحفظه ومع السلامه.